ترى احنا ماكو شيء. انا بسميها شرايا جغرافيه وليست دول. كويت، قطر، بحرين، امارات. انا اذكر حضرت ندوه في نيويورك، او دعيت الى ندوه في نيويورك يناير 1992، اي بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بسنه واحده. عنوان الندوه: ماذا بعد تحرير الكويت؟ وكان يشرف على هذه الندوه المجلس الامريكي للعلاقات الدوليه، وكان في 28 ورقه في هذه الندوه. ورقه من هذه الاوراق قلت للشيخ سعد رحمه الله عليه: ينبغي ان تقراها ابو فهد زين، تقراها ورقه ورقه. ماذا تقول هذه الورقه؟ تقول انه في حلول 2025 لن يبقى في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلا 3 دول: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، واليمن. أما الباقي كويت، بحرين، إمارات، قطر، فهذه كلها حسب واضع الورقة، فكل هذه الدول الأربع سوف تندثر وسوف تذوب، إما طوعا أو كرها، إما بأن دولة تضمها أو هي تطالب بالضم إلى دولة أخرى. وقال الآتي: قال إن الكويت قد لا تبقى مستقلة عن العراق سنة 2025. قال إن قطر والبحرين ستضم إلى المملكة العربية السعودية. أما الإمارات فباعتبارها امتدادا لساحل عمان سوف تنضم إلى سلطنة عمان. ترى الأمريكان ما يحجون حكي بالهوى، هذه بالونات يقطونها ويشوفون شنو ردود الأفعال، وعلى ضوء ردود الأفعال يضعون استراتيجيات. وأذكر أني تناقشت مع الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه نقاش طويل جدا في بيته حول هذه الورقة، واتصل بالسفارة الكويتية في واشنطن وقتها في ذاك اليوم وطلب أوراق كل الندوة، وقلت له إنه سفارتك هاي اللي قاعدة بواشنطن تسوي استقبالات وتسوي احتفالات، المفروض تتابع الندوات هذه وتضع لك تقارير حول هذه الندوات، مو إنه يستقبلون فلان بالمطار ويودعون فلان بالمطار ويوقعون اتفاقية. لابد من متابعة الفكر الاستراتيجي الأمريكي، لأن هذه كلها مطابخ تطبخ القرار اللي يتعلق بالسياسة الأمريكية في منطقتنا.